عمرك شفت اي اي موديل شايف نفسه او واثق زياده عن اللزوم؟ في الفيديو ده تعال اقول لك ليه او ازاي بيشوف نفسه. الاي اي ممكن يديك اجابه شكلها عبقري جدا، مترتبه ومتنظمه في نقاط، ولكن في الحقيقه الاي اي مش فاهم حاجه خالص وواثق زياده عن اللزوم. والمشكله او الظاهره ديت في عالم الاي اي الحديث اسمها الاوفر كونفيدنس بروبلم. يعني الموديل ممكن يديك إجابة بنسبة confidence score 99% و9 من 10 كمان، ولكن هو في الحقيقة مش واثق إن الإجابة دي صحيحة، أو حتى مش متدرب على الداتا أو السؤال اللي اتسأله. ليه ده بيحصل؟ لأن ال AI موديل هو مش بيفهم زي الإنسان، لكن في الحقيقة هو بيتعلم باترنز من الداتا وبيتوقع الإجابة أو الكلمة التالية أو الكلمة اللي جاية. ببساطة شديدة جدا ال AI بيحاول يقول إيه أكتر رد أنا شفته شبه اللي موجود قبل كده وشفته في الداتا وأقدر أجاوب عليه للسؤال دوت. معظم ال AI مودلز دلوقتي مش دايما بتقول مش عارف او مش هقدر اجاوبك على السؤال ده الا لو كان سؤال سياسي شويه او سؤال بمحتوى غير نافع، فيضطر يجاوب حتى لو الاجابه غير دقيقه او الاجابه لا تنم عن الواقع بشيء، ولكن بيحاول يديك إجابة شبه حاجة ممكن يكون شافها قبل كده. فأنت ممكن تلاقي رد مقنع جدا ولكنه غلط، أو إجابة شكلها واثقة جدا أو الموديل شكله واثق من اجابته جدا ولكن فيها لوسه كبيره جدا جوه الداتا او جوه الرد بتاعه. او ممكن فعلا يديك اجابه صحيحه او اجابات او داتا او معلومات صحيحه ولكن ملهاش اي علاقه بالسؤال، او مش بتساعد الانسان او المستخدم انه يحل المشكله اللي سالها كسؤال. المشكله ان الشكل ممكن يخدعك، والثقه العاليه ممكن تديك احساس ان هو فاهم كل حاجه وتمشي وراه، وللاسف بيطلع شايف نفسه عليك. ببساطه شديده مش كل رد واثق او شايف نفسه شويه يبقى صح. تابعني واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.